إخوان الكرام، السلام عليكم. اليوم فيديو جديد عاوتاني على الحبالشة أو على اللي ما خلينا بس سميناهم على الجزائريين. عاوتاني كيحاولوا نوريكم فيديوهات كيحاولوا يشوهوا السمعة عاوتاني ديال المغرب، وكيحاولوا يشوهوا أو يروجوا يروجوا الأكاذيب. وما كيزقاوش هما من الترويج ديال الأكاذيب، ولا غادي نشوفوا التفاهه ديالهم اللي كيديروها واللي ما اللي ولفوا يديروها. فهمتوا؟ ولات عندهم في لادين فيديوهات. والاشكال في هذه الفيديوهات هو انه المشاهدين او اللي كيتفرجوا في هذه الفيديوهات كيتيقوا، وما بقى والو كاع الافتتاح ديال كاس افريقيا. هما باقيين كيروجوا الاشاعات وكيروجوا الاكاذيب وكيروجوا البروباغندا ديالهم اللي مولفين ديما كيروجوها. دابا غادي نوريكم فيديوهات مصنوعين بالذكاء الاصطناعي، واللي المحتوى ديال هاد الفيديوهات يعني ملعب كما كتشوفوا ديال مولاي الحسن في الرباط. قال لك حقا غرق، اولا حقا اعمر زعما حيت وقعوا فيضانات وكيتشفاو تاع الكوارث الطبيعيه. ما خلاو فين تشفاو في الموتى، يتشفاو في الناس اللي عندهم كوارث طبيعيه. ما خلاو فين تشفاو. كما كتشوفوا مبارطاجين هاد الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي، وانت ملعب الحسن في الرباط يغرق. والمشكله كما قلت لكم بنادم متيق هاد الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي. الجزائريين متيقين هاد الفيديوهات ديال الذكاء الاصطناعي، وشو لاش كيروجوا. وما بقى والو الافتتاح ديال كاس افريقيا، ومن بعد غيشوفوا الافتتاح كي غادي يكون والملاعب كي غادي يكونوا. راه لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس هاد الناس راه ما كيتقهروش هادو. شوف عاوتاني الملعب، ملعب الرباط. قال لك ملعب الرباط شوف كي داير زعما. اش غنقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ما فهمتي؟ في بلاصه ما يمشيو يشوفوا روسهم ويشوفوا دوك المشاكل اللي عندهم، مشاكل اقتصاديه، الانهيار ديال العمله ديالهم. ولكن دابا هو السياسه باش خدام باش خدامه الحكومه الجزائريه او النخب ديال الجزائر اللي ما نخب ما والو. النخب ديال الجزائر باش خدامين بدل الترويج ديال هاد الاشاعات. كيشدوا بحال هاد اللي كيديروا هاد الاشاعات، كيخليو ان الشعب يتلهى بالمغرب. المغرب راه غادي في المغرب راه شاق طريقه وغادي. المغرب ما واقف على حتى شي واحد، وغيجي وغيدوز كاس افريقيا وغادي يدوز مزيان وغادي يدوز كل شيء بخير. دابا الاشكال فيكم نتوما، فيكم نتوما الكراغيله. ما لا حول ولا قوه الا بالله. ما بغيتوش تهدوا. ما بغيتوش تشوفوا شي شغل اللي ديروه. ها انتم كما كتشوفوا، ها البروباغندا اللي كيحاولوا يسوقوا، اللي كيحاولوا يشوهوا بها الصوره ديال المغرب. ها انت الملاعب راه كاملين كلشي بخير، غادي تلعب فيهم كاس افريقيا وغادي تشوفوا المستوى، غادي تشوفوا المستوى العالمي اللي ولا فيه المغرب، اولا غادي تشوفوا التطور ديال المغرب اللي ولا. من بعد اش غتقولوا للناس اللي ديجا شافوا هاد الفيديوهات؟ اشنو زعما كنا كنكذبوا؟ والمشكل حتى قريتي الكومونتيرات كتلقى ان الجزائريين الصراحه بيني وبينكم راهم دماغهم على قد الحال. راه دماغهم محدود. راه الدماغ الله يحسن العوان وصافي. فهمتي؟ واش كيديروا لهم شي حاجه في الماء ولا؟ راه عندهم الدماغ صغير. يعني واحد الدماغ ديال اي حاجه كيشوفوها كيتيقوا. واش دابا بالله عليك، واش دابا هذا الفيديو هذا حنا فرضا غنجيبوا واحد ما مغربي ما جزائري، غنجيبوا واحد فرضا من شي دوله اخرى، غادي نوريوه هذا الفيديو، اوتوماتيكمون غادي يشوفوا، غيشوف بحال هكا غيقول لك هذا ذكاء اصطناعي. والجزائريين متيقين هادشي، وما بغاوش يتناووا من هذه البروباغندا ود
التفاهه اللي كيديروا، ولا هذا الانحطاط، ولا هذا البؤس اللي هما فيه. ما عندهم لا شغل لا والو، لا شغل لا مشغاله، كما كيقولوا من غير المغرب. المغرب ثم المغرب، ما غادي تصوروا والو من المغرب. المغرب هارب عليكم بسنوات ضوئيه، فهمتي؟ ماشي ما غاديش تقربوا ليه. راه المغرب هنا وانتم الله، ماشي انكم غادي تقرب، ماشي تقرب ليه، ولا راكم بعاد بزاف. يعني سيروا خدموا على روسكم، وسيروا خدموا ديروا كما قلت في الفيديو اللي قبل، خاصكم ستريكتور، خاصكم استراتيجيه اللي تمشيو عليها، باش ما تبقاوش غاديين في هذه الحاله، باش ما تبقاوش غاديين في هذه الحاله وفي هذه الشوهه وهذه، فهمتي؟ ما انا كنشوف ان الدماغ الجزائري ان في غير المغرب. ما فهمتي؟ ما عندكمش شي حاجه تقضيوها لروسكم. انت بارطاجين فيديوهات ملعب الحسن في الرباط يغرق بسبب الفيضانات، وزائد انكم كتشفوا في الفيضان. بنادم راه الجزائر براسها راه يقدر يجي فيها فيضان، وتلقى جا فيها فيضان وما مره ما جوج. هادشي حاجه هذه كتسمى حاله طبيعيه، يعني كارثه طبيعيه، حاله كدوز، تقدر تدوز عند اي بلاد، عند اي دوله.